ما هو ردكم على الشيخ الكوبيسي الذي وصف معاوية ويزيد بأنهما نواصب ولا يجوز موالاتهما؟ طيب، أبو سفيان سماحة الشيخ، ردكم عموما على كل من انتقص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتحديد معاوية رضوان الله. أولا أصحاب رسول الله هم خيرة الخلق، اختارهم الله لنصرة نبيه ودينه، قال وهم جميعا على خير ولهم متفاوت الفضل. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الحسنى. فالترضي عنهم ومحبتهم دين، لأن الله أثنى عليهم بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. فهؤلاء أصحاب الرسول نحبهم ونواليهم، وإن نعتقد أن تفاوتهم الفضل، فالصديق وعمر وعثمان وعلي هم أفضل الصحابة العشرة، بقية عشرة أهل بدر وبيت الرضوان ومن أنفقوا قبل الفتح، وكذلك من أسلموا بعد الفتح فهم أصحاب رسول الله وأهل الجهاد في سبيل الله. قال الله جل وعلا ولولا قال الله جل وعلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم إلى آخر الآية. بين الله جل وعلا حكمة من منع القتال مكة، لأنه يخشى أن يقتل أناس يعني مخف إيمانهم ويحصل لبس وغلط. ولهذا النبي لما قيل له أن أطلق أخشى مكة قال أنت أنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك شيئا. أما معاوية بن أبي سفيان فهو أمير المؤمنين وخال المؤمنين كاتب الوحي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثق به الصديق وعمر وعثمان، وولاه الشام بعد موت أخيه يزيد، فجمع العمر بين أمر الشام كلها، واستمر في الأمر 40 سنة ما بين خليفة وما بين والي للخلفاء. أمير المؤمنين معاوية عرف بالتقوى والحلم والفقه والحلم والرفق والفقه، عرف بكل خصال حميدة. عهده عهد زاهر، حتى قال بعضهم لو رأيتم عهد معاوية قلتم هذا المهدي، لما فيه من الخير والصلاح والتقوى والجهاد في سبيل الله. هذا الرجل عان على الأمة ومن فضلائهم وفقهائهم والفتوى منهم. كتب كاتب صباح هذا اليوم يقول في كتابته إني أشك في إيمان معاوية وأشك في إسلام معاوية، ويتهمه بالنفاق والكذب. وهذا والعياذ بالله مقالة إما أن يكون جاهلا، وإن يكن عن علم فأظنه غير مسلم، أظنه غير مسلم. لو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لما قال فيه ما قال. فالقاذف معاوية وفي ابنه القاذف معاوية قادحون في غير محله، ظالم أنفسهم. يزيد ابنه يزيد أمير المؤمنين، وإن يكن ما يكن عليه لكن أمير المؤمنين وله مواقف طيبة. غزا الصائب في عهد أبيه، غزا قسطنطينية، وكان في ضمن جيشه أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقدح فيه وأخذ آراء الأعداء والخصم فيه هذا من الجهل. بل نعمل نقول يزيد كغير الناس له وعليه، لكنه أمير المؤمنين ارتضاه المبايعوه. أما أبوه معاوية فرجل صاحب رسول الله، صاحب رسول الله، كتب الوحي بين رسول الله، خال المؤمنين، أمير المؤمنين، لا يقدح فيه ولا في صحبته ولا يتهم شيء إلا منافق معلوم النفاق في قلبه مرض. ولهذا قال الله عن المنافقين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. هم سبوا معاوية وسبوا أصحاب رسول الله وقدحوا فيهم، وتناول شيخ الإسلام ابن تيمية بالقذف والكلام السيء، ودعوا الشيخ رحمه الله وأساءوا الظن بها، بل تعدى ضرب حتى البخاري ومسلم وأئمة السنة قدحوا فيهم وقالوا فيهم ما قالوا، لأن هؤلاء ليسوا بمسلمين، على منهج ضال ومبدأ سيء. فنحن نحب معاوية ونلعن من قدح فيه، ونعتقد خبثه وضلاله وأنه عاص لله مخالف شرع الله مخالف لإجماع المسلمين. هذا هو نعتقده. فالواجب على المسلمين تعظيم أصحاب رسول الله ومحبتهم
وعدم الغلو، وإنما نحبهم ونواليهم لمحبة الله ورسوله وجهاد في سبيل الله وتحكيم الشريعة وقيام الواجب. فمعاوية رجل صالح أمير المؤمنين، اتفق المؤمنون على ولايته وتنازل الحسن رضي الله عنه عن طوع واختيار منه، ورضي به المسلمون واطمأنوا إليه وأقروا له بالولاية وعلموا صلاحه وتقواه، وكان بارا بأمهات المؤمنين محسن إليهن إحسان عظيم، وكان معظم الصحابة ومنزل لهم منازلهم رضي الله عنه وأرضاه.